احد حكماء الصين كانت بتجيله الناس كل يوم تشتكي له مشاكل ومصايب عن بتواجهها في حياتها. اللي يقول له انا مريض، واللي يقول له انا تعبان، واللي يقول له انا فقير، واللي يقول له. قال لهم بصوا، كل واحد يكتب مشكلته في ورقه وهيحطها لي في الصندوق ده، ويجي بكره ياخد ورقه من الصندوق هيلاقي الحل. الناس جت واتجمعت، وجم تاني يوم كل واحد بياخد ورقه من الصندوق عشان يلاقي حل لمشكلته. لما قروا الورقه اكتشفوا كل واحد بيقرا مشكله غيره، كل واحد بيقرا مصيبه غيره، فكل واحد حمد ربنا على اللي ابتلاه بيه. اللي مبتلي بفقر حمد ربنا ان هو في صحته، واللي مبتلي بمرض حمد ربنا ان ربنا ابتلاه بهذا المرض وما ابتلوش بحاجه اكبر واكبر. مره واحد من الاغنياء راكب عربيه مرسيدس وماشي بسرعه بالعربيه المرسيدس اخر موديل، فمر على جماعه من الفوعليه اللي هم قاعدين بيشتغلوا باليوميه، فسمع واحد فيهم بيقول شوف ده عنده ملايين قد ايه وعايش حياته، واشمعنى ربنا خليني انا فقير كده ومش لاقي وبتاع. فراجل سامعهم، نزل من العربيه وسالهم اسئله بسيطه. قال لهم يا جماعه مين اللي قال عليا الكلام ده؟ فواحد قال انا. قال له عندك عيال؟ قال له اه. قال له بتاكل الاكل عادي من غير مشاكل؟ قال له اه. ما عندكش مرض؟ قال له اه. قال له هعمل معاك صفقه بسيطه جدا، هديك انا المرض اللي عندي، انا عندي سرطان معده وشايل المعده والدكاتره مانعين مني الاكل وان انا باخد محاليل، وانا عقيم ما بخلفش. قال له هديك انا المرض اللي عندي واخد منك عيالك واديك فلوسي، بس اخد منك عيالك واخد منك نعمه الاكل ونعمه الصحه. الراجل قال له يفتح الله. احد الشعراء كان بيقول يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله، اليأس يقطع احيانا من صاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به فإن الفارج الله. العلماء قال لك عشان ربنا يستجيب منك الدعوة لازم تكون ثقتك في ربنا كبيرة. كده يا معلم، أول ما يتمكن منك الابتلاء وأول ما يتمكن منك اليأس من الحياة خلي ثقتك في ربنا كبيرة. إن شاء الله ربنا اللي ابتلاك ده هو عارف مقدرتك قد إيه، وهو عارف انت تقدر تصبر وتستحمل لغايه امتى ولقد ايه، فخلي ثقتك في ربنا كبيره، والما يحملك على ربنا اللي يجرى يجرى.